في فترة الحمل في إحساس بيجي للراجل صعب يتقال، إحساس إنك عاجز، مش عارف تعمل حاجة، مش فاهم إزاي تساعد، ومش حاسس إنك كفاية. ولو بصيت لنفسك بصراحة هتلاقيك بتسأل السؤال ده: أنا ليه حاسس إني عاجز كده؟ الجزء الأول، المشكلة. الإحساس ده بيظهر في حاجات بسيطة جدا. مراتك تعبانة وانت مش عارف تعمل ايه غير انك تتفرج. كلام كتير حوالين الحمل عمال يتقال بلا 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 بلا، وانت اصلا مش فاهم حتى نص ولا ربعه حتى. والناس حواليك بتقول: شد حيلك، ابقى راجل، ساعدها. بس الحقيقة انت جوه دماغك حاسس انك مش عارف تبدأ منين اصلا. اعمل ايه ولا ايه يا جدعان؟ فبتبدأ تحس بحاجة خطيرة، تحس انك مش مفيد وانك مش على قد المرحلة. الجزء التاني، التفسير. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا يا صديقي: الإحساس بالعجز ده الحمد لله مش دليل ضعف خالص، ده دليل إنك داخل على مرحلة أكبر من سنك بس لسه بتتعلمها. الأبوة في البداية مش مهارة جاهزة، دي مسؤولية بتتعلم بالخطوات. ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم. يعني ربنا نفسه عارف إنك مش هتبقى فاهم كل حاجة من أول يوم. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة بالخطوة، مش مرة واحدة. يعني الطبيعي إنك تبدأ مش فاهم وتتعلم وإنت ماشي خطوة خطوة. المشكلة إنك تفتكر إن ده نهاية الطريق. الجزء الثالث، الحل. طيب، هنطلع من الإحساس ده إزاي؟ بص يا سيدي، أول خطوة: غير تعريف العجز. أول حاجة، العجز ده مش معناه إنك مش نافع، العجز ده معناه إنك لسه بتتعلم حاجة أنت أول مرة تتحط فيها أو مش عارفها. زي أي مهارة جديدة اتعلمتها، بتبدأ ضعيف وبعدين بتفهم. زي وانت صغير بتتعلم المشي، ما كنتش عارف أصلا إيه المشي ده أو تعمله إزاي. خطوة 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 والحمد لله. اقفش الواد بيجري سبرنت، صح؟ يلا بينا. تاني خطوة: اعمل حاجة صغيرة جدا. ما تحاولش تحل كل حاجة، اعمل بس حاجة واحدة كل يوم. تجيب مثلا مية لمراتك، تقعد معاها 10 دقايق، تسألها هي محتاجة ايه. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني الراجل الحقيقي. تالت خطوة: بطل مقارنة نفسك. ما تقارنش نفسك بحد. مش كل الناس بتبان، بس كل الناس بتتلخبط. انت مش متأخر، انت في بداية طريق جديد. ركز. في الآخر، إحساس العجز ده مش علامة إنك مش هتقدر، ده علامة إنك داخل على مرحلة أكبر منك ولسه بتتكون. ومع الوقت هتفهم إنك ما كنتش عاجز ولا حاجة، أنت كنت بتبدأ تبقى أحلى أب في الدنيا وأشطر أب في الدنيا. وجودك بيفرق، حاول تبقى السند.